سلام حبايبي البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم تحلي لهم فاست فود في الدار بواحد البولي باني وزيد معاه هاد لاصوص احسن من المطاعم بألف مرة. تابعوا معايا وشوفوا واش انا حنديروا. غير حاجه خفيفه وتفرحي بها العائله تاعك. نجيبوا غير صدر تاع الدجاج، نحكموها، قطعوها لي فيلي هكا رقاق كيما راكي تشوفي. غير نص صدر تاع الدجاج خدمت به، نقطعهم رقاق ونبدا ندير الماغينات تاعي. وهاد الماغينات شحال شابه وشحال هايله وتم توجديها، ما كان لك كامل تقعد لك مده طويله. عندي الملح وعندي هنا توابل الكيري وعندي توابل الدجاج بيان سور وفلفل الكحل. ندير لا موطارد راح يطري لي هذاك الدجاج مليح مليح. ونزيد الزيت هو اللي حيخلي التوابل تتغلغل كامل في هذاك الدجاج. نزيد معاها الثوم لازم مع الدجاج. وهنا واش حنزيد لها؟ نزيد لها 3 مغارف كبار تاع البن فيه الخمائر اللبنيه، تعرفي يدخل في هذوك الانسجه تاع الدجاج ويعاون عليه يطرى. شوفي غير في المقله هك وهك ويولي لك ما شاء الله بنين يهبل. دوكا نخلطها مليح باش ندخل هذوك التوابل. هنا كنت نخلط بالمغرفه وبعد ما حسيت لهاش فريمون راهي تتخلط لي زيبيس قعدوا لي في بلاصه. الوغ قلت لازم لها اليد هذه هي، نعركها مليحه كندلكها تخي بيان باش هذاك الدجاج يتمارينا لي مليح. ونخليه على اقل حاجه، خليه واحد نص ساعه وخليه داخل في الجدار هكذا. واش نزيد معاه؟ نزيد معاه حبه تاع البيض. هاد الحبه تاع البيض راح تغنيني على هذيك الطريقه تاع نروح ندير في الفارينه ومن بعد نعاود ندير في البيض وبعد نعاود ندير في لاشابلور. راني حنخدم ديريكتومون في لاشابلور وتعطيك واحد النتيجه بزاف هايله. يجيك هاد الباني مجيش يابس، يجيك واحد الطراوه فيه واحد البنه ما شاء الله. ودوكا نروحو نبداو لاصوص تاعنا. عندي هنا الزيت، راني نوريك بلي عندي شويه زيت نرمي معاها الثوم. هنا راني دايره واحد 4 سنين الثوم، نحمسهم هكا. لو كان في الاول نحطها غير في الزيت هذيك الثومه حتى نحرق لي، صافي زدت معاها شويه ما باش هذيك الثوم طيب يعني تطلق بنتها مليح هكا. كي تبدا تبيض معناتها خلاص بالك هذيك الريحه تاع الثوم الله الله عليها. نروح نرمي لها لي زيبيس بيان سور. واش ندير هاد الزيتون، ولا نقدر ندير تانيك لي شامبينيون اللي يحبوا لي شامبينيون. انا بنتي ما تحبش الشامبينيون، الوغ صافي كان ما نديروش. ندير الزيتون وندير مغرفه صغيره تاع لا موطارد هنا تخرج واحد الذوق في هاد لاصوص. ما نديروش الملح باسكو الزيتون مالح ولا موطارد فيها نسبه من الملوحه، الوغ نيفيتيوها. نعاود ندير نفس التوابل اللي درتهم في المارينات تاعي تاع الدجاج ونقلي مليح مليح مليح. نغطي عليها ونخليها حتى تطيب لي. نحس بلي نقص لها النار مليح، شوفوني نوريلك بلي حنقص النار مليح ونغطيها ونخليها حتى طيب لي مليح. هذيك الثوم تطلق لي بنه شابه. نحس هكا هذاك الزيتون تاعي شرب لي بنه الثوم هذيك ولي زيبيس. فوالا شوفوا حتى ني هذاك اللي ما تصيبيه خلاص شرب كامل. دوكا واش ندير هنايا هي الصح. الا لقيتي هذيك لا كريم فريش اللي فيها كات فروماج كات غو، استعملي هذيك وما ديريش الفرomاج. وإلا ما استعملتيش كات لا كريم فريش عفوا اللي فيها كات فرomاج، ديري هكا لا كاس كبير تاع لا كريم فريش وزيدي معاه الفرماج. كتري سيداتي هاد لا صوص فرomاج تحب الفرامج. ندوبها هكايا مليح، نبقى معاها وحده. هاد لاصوص ما تحتاج لا تعقديها لا بالفارينه لا بالمايزينا لا بوالو، غير كيما راهي وتخرج روعه يا البنات. هي الصح هذيك التحميسه الاولى تاع الثوم والزيتون وخليتيهم يتحمسوا بيان، ومن بعد هذيك نزيدوا لها غير بالعقل هكايا. هي راهي تغلي لكن فرش لازم تطيب باش تولي بنينه، باش تشرب لي كاع بنه الثوم هذاك والزيتون ولي زيبيس. نعاود نقصلها في الاول غير تغلي ترفد الغليه، نعاود نقصلها كيما وريت لكم دوكا. نعاون برك هذاك الفرماج باش يذوب. انا هنا استعملت لافاش كيري ولا تقدري تستعملي الوالد الفرماج الوالد تاني كبنين. ونقصلها ونخليها تبقبق في غردها بالعقل. من جهه راهي طيب ومن جهه راهي تولي بنينه خير وخير. هذاك الفرماج يذوب مليح لكن فريش تخرج منها بنت الحليب بزاف وتجيني بنينه هكذا. نخليها هنا يا ربي واحد 5 دقائق وصاي. النار ناقصه على هذيك 5 دقائق. بون نرجعوا للباني تاعنا. شوفوا كيفاش تعسل لي مليح يعني قاعد في هذاك لاماغير. نروح نجيب لا شابلور ولا شابلور كيف كنت درت فيها شويه توابل تاع الكيري فقط وشويه ملح كيما راكم تشوفوا. غير يد من ويد من يد راهي في الماريناد ويد راهي في لا شابلور. نقلب مليح باش البيض هذاك اون سي جامي يكون هبط لي لتحت.
نطلعو من الفوق. هو اللي رفد لي لا شابلور هاديه بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نروحو نقليوهم. هي الصح دوك هذيك في القليه كي نروح نقليهم ما لازمش نقوي لهم النار هكذا. مهما كان هذا دجاج صح درنا له حاجات اللي تطريهم، فما لازمش نقوي النار بزاف، نخليها متوسطه ونقليهم على الجهتين، نعطي لهم تحميره شابه كيما راكم تشوفوا. على بالي راكي تبعي معنا ونسيتي باش ديري لنا جيم وكومونتير وتعطينا رايك في التعليقات على هذه الوصفه. اذا كنتي راكي رايحه تجربيها مع العائله تاعك، اذا كنتي جديده نتمنى انك تشتركي في القناه وتدعمينها حتى يصل الفيديو لاكبر عدد. ولا كنتي محببنا لي مشتركين معنا خلينا رايك في التعليقات وشاركي المقطع مع اصدقائك. كيما راكم تشوفوا انا زدت لهم شويه لي فخيت. وتقدري تاني تعوضي هاد البطاطا مقليه تعوضيها بشويه رز بسماتي، وعلاش لا يكون طايب. الله سنوني وصفات الجايه حندير لكم واحد رز بسماتي تنساي كاع الوصفات اللي تعرفيهم. وتقدري تاني ديري شويه لا بيوري يعني تبدلي شويه يكونوا ياكلوا، تحطي لهم البلاكه يكون ياكل كيما كي يخرج برا تخرجيه ياكل الطفل تاعك، ولا حتى انت تخرجي تفرحي روحك عائلتك هكا طبق هكا بزاف شباب. ومن جهه اخرى كنت حطيت شويه سالاد هكايا باش يبان لهم، قلت لك باش تحلي لهم فاست فود تحلي لهم فاست فود في الدار، يعني تنوعي لهم ما شاء الله. كان عندي شويه كرومب هذاك الاحمر يعني هنا باش نعطي منظر شباب البلا تاعي كي يشوفوه يفرحوا به. وتاني واش زدت حطيت وحده طوماطيشه طرونش طوماطيش هكا، وحده كورنيشون، زيتون اخضر. وتقدري تاني واش تعوضي هاد لاصالاد ديري ماسيدوان باغ اكزومبل درتي لي فريت هكا زيدي الماسيدوان ولا لا بيوري مع الماسيدوان. يعني خلي الابداع ليك واش متوفر عندك دائما في الدار. ان شاء الله يكون عجبكم طبق اليوم. خلوا لي تعليقكم وبارطاجيو الفيديو وديروا لي جيم حتى يطلع الفيديو يستفاد به اكبر عدد. هنايا راني راح جبت هذيك لاصوص الله عليها، وبيان سور نزيد نحط لهم هاد الغامكه فوق الطابله. اللي يحب يزيد هكايا يذوقها ويستبن بيها لاصوص هذه شوفي ضربه في البنه، جربيها والله ما تندمي عليها باذن الله راح تعجبك وتفرحي عائلتك بطبق كيما هكايا، حاجه بزاف شابه وبنينه باذن الله. اتمنى يكون فاتكم هذا الفيديو. الى اللقاء.